لا. المكالمة مذاعة على الهوا، موافقة بالإذاعة؟ ان شاء الله. قولي لي مشكلتك ايه، اتفضلي. مشكلتي ان انا كنت متجوزة الراجل، يعني انا كنت متجوزة قبليه مرتين، هو التالت. فمعايا من قبليه 3. ابني الكبير عنده 21 سنة دلوقتي. ماشي. وعندي جوز بنات توأم من راجل تاني، يعني جوز بنات توأم دلوقتي، هم عندهم 17 سنة ولا أيوة 17، وابني 21. جميل. ومعايا دلوقتي أنس ويوسف. أنس من الجديد، من التالت. أيوة ده اللي هو توفى ده. معايا منه اللي هما الولدين الصغيرين. ماشي. ايه اللي حصل؟ اللي حصل أنا كنت قاعدين سنة 2023. 2023 كنا قاعدين بنتغدى يعني الظهر كده، بعد الظهر. كنت قبل ما اعمل، يعني كنت بعمل الغدا، وابني كان لسه جاي عندي، ابني الكبير ده هو واخته جايين يزوروني. فانا كنت بعمل اكل، فالباب خبط. راح ابني قال لي يما اطلعي شوفي مين. طلعت لقيتها مرات ابن جوزي. مرات ابن جوزك اللي كان اللي هو ابو يوسف وابو الولدين الاخر. ايوه ابو الولدين. هو كمان كان عنده عيال من غيرك؟ ايوه 6. طب انا طلعت فتحت الباب، انا ما كنتش بتكلم معاها خالص عشان كان بيني وبينها مشاكل، وهي كان في بيت ابوه غضبانه وجت. فكنت برضو ايه، انا مش بتاعت مشاكل ولا بتاعت كلام ولا حوارات ولا الكلام ده. فطبعا طلعت قلت لها خير في حاجه؟ قالت لي لا انا كنت عايزه اعمل عندك الحله العدس دي في الخلاط. هي مغطياها وركناها على ايه، هي ساكنه معاكم في نفس البيت؟ هي كان البيت مع انا كنت تحت. وكان السلم حشناه وطلعناه من بيت تاني. يعني قريبه قوي منكم. ايوه البيتين جنب بعض على طول. فكانت ماسكه حله عدس بتقول لك انا عايزه اعملها. ايوه حطها في جنب المصطبه كده جنب البيت. انا ما شفتهاش الصراحه. فبعدين بتقول لي انا هعمل عندك العدس. قلت لها ماشي هتعملوه ونخش انت. راحت قالت لي لا وعمي هنا. قلت لها لا انا جه في خيالي ان هي بتقول على عمي هنا، ان شايفه ابني من ورا الستاره بتسال مين اللي جوه. وانتي انا قلت لها لا ان جوزك مش موجود. ايوه ده جوزي يعني اللي هو عم اللي هو حماها وهو موجود. ايوه قلت لها لا ما هو كانش موجود لسه. ما كانش لسه موجود. لا ده بيصلي الظهر. بيصلي الظهر. راحت قالت لي طب خلاص اطلع اعمله في حته تانيه. قلت لها ليه؟ هاتيها ما فيش حاجه تانية اعملها، ده محمد ابني يعني بعرفه من ابني. راحت قالت لي لا خلاص. رحت قلت لها ماشي وعمك اللي هيعمل لك العدس. راحت ما ردتش. راحت طلع شويه والراجل جه، كان في موتوسيكل تحت، هو بيجي بالموتوسيكل يعني راجل كبير وعم فاتح محل بره. كان جاي بالموتوسيكل. فراحت بتقول اول ما سمعت الموتوسيكل ده راحت نازله لي تاني. راحت مخبطه وقالت لي معلش افتحي لي تاني عشان انا ما لقيتش حته اعمله فيها. قلت لها يا ساتر يا رب، من الصبح دايره بحل عشان تعملها. طب ما انا قلت لك وما رضيتيش. راحت وهي بقى ايه حجتها يعني؟ ما عندهاش حل ما بتعملوش في بيتها ليه؟ هي حجه، هي ديك حجه مش عدس. يعني قالت لك الانبوبه فضيت؟ ما قالتش حاجه. ما قالتليش حاجه خالص.
فطبعا انا بعد كده عرفت انها حج عشان تخش عشان تعمل كده في الراجل. عملت ايه بقى؟ هي عرفت انه جه وصل دخلت وراحت نزلت تاني. ايوه اما جه بقى راحت نازله تاني. فبتقول لي هعمل ومش هعمل. قلت لها طب هاتي، انا كنت حاطين الغدا بالغدا. هات انا اعملها. قالت لي لا هخش اعمل بنفسي. قلت لها ماشي خش عادي. انا هي دخلت وانا وراها. ما ملكتنيش بقى. هي في دماغها ان انا ما الحقش حاجه عشان ما اشوفش ما كده ما اعرفش حاجه. عملت ايه؟ راحت حطت الحله قدام الراجل. انا شفت العدس، انا شفت الحله سودة زي الهباء. رحت انا بقول يا ساتر يا رب انا لسه بقول ايه العدس الاسود المقندل. لقيتها على الراجل وعلى الواد. انا جالي ذهول. لقيتها عليه وهو قاعد. وهي سخنه ولا كانت مش سخنه؟ وهي ايوه بتغلي مولعه بنار. ده لقيتها على جوزك وابنك؟ على الراجل. وابنك اللي هو محمد الكبير؟ لا ده صغير خالص. النون ده كان عنده سنة. فطبعا انا برضه ايه ده وانا شايفه وانا حاسه ان انا انت مش مصدقه اللي انت شايفاه، مش عارفه. مش مصدقه وعماله اقول وانا شفت اللي انا شفته ولا انا بيتهيألي ولا انا جرالي ايه. شعري شاب وحد دلوقتي شعري واقف على حلو كده مش عارفه اعمل فيه والله. شعري باظ وكل اللي مش عارفه. الحمد لله. وايه اللي هي ده لقيته؟ ده كان ايه؟ زيت اسود، زيت مغلي. زيت مغلي غليان. والطفل مات؟ لا الحمد لله. الواد دلوقتي انا بعت لحضرتك الصوره على الواتس. بعتها لك. طبعا الطفل حصل له ايه وجوزك مات؟ الراجل قعد 17 يوم في المستشفى وراح الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله. المستشفى ما هو ما استحملش. ده لو انا كنت مت فيها. الحمد لله الواد ما ماتش. الحمد لله. الواد بقى 3/4 راسه مشيت ما فيهاش شعر. ده ابنك الطفل؟ بعضين. الواد الصغير دلوقتي ماشي في 3 سنين اهو. لا حول ولا قوة الا بالله. ومحمد ابنك الكبير كان قاعد وحاضر الواقعة؟ لا ده محمد بقى هو ابن جوز اللي هو جوزها. زعلان من ابني انه ضربها. هي دلقت الحله وانا خدت ابني الصغير وجريت على الحمام عشان اغيته. بيصوت وبنجري كده وكده. فانا دخلت بالواد الحمام وديت راحت بتقفل علينا الباب. بتقفل الباب. والغل ده كله من ايه؟ ايه الغل ده؟ يعني كانت مغلولة من حماها قوي كده ليه؟ مع انه كان في صفها والله ما كان بيجي عليا. طب هي فين دلوقتي؟ اتحبست ولا ايه اللي حصل؟ اتحبست. انا اتنزلت لها واتحبست. خدت لها 15 سنة. اتنزلت لها؟ اعمل ايه؟ عمالين يقولوا لي لله وعشان خاطر ربنا ومعاها 5 عيال. وزي بعض وكده. قلت يا بنت زي بعض ما يجراش حاجة لله. والراجل خلاص مشي خلاص. واتحكم عليها يعني انت قدرتي تتنزلي وابنك الرضيع حصل فيه كده؟ انا والله ما كنتش راضيه. وقالوا له روح المحكمه وهتحلفي ان الكلام ده ما حصل. قلت لهم لا ابدا مستحيل ان انا اروح احلف. عايزينك تحلفي قسم كذب وتضيعي حق ابنك وجوزك؟ رحت قلت لهم ده انا الراجل هيقابلني قدام ربنا هقول له ايه؟ مش عارفه اقول له حاجه. راحوا قالوا لي لا احنا هنوديكي للشيخ اللي هو في البلد. ومين بقى اللي بيقولك؟ مين اللي بيقولك الكلام ده؟ ولاده الصبيان ولاده. ولاده وجوزها هي بالذات. جوزها. انا لما ابني خبطها بالمقش عشان هو عمال يفتح الباب
عشان يطلع ونطلع، هي ماسكه الباب وبتزن. جوزها مغلط ابنك عشان خبطها بالمقشه؟ ايوه عشان خبطها بالمقشه. انتوا عايشين، انتوا ساكنين فين؟ انا مش عايزه اقول على الهوا. يعني معانا في القاهره ولا فين؟ احنا لا مش في القاهره. امم مش في القاهره. ابني بقى جه عشان تسيب الباب، هي ماسكه الباب، راح الواد لقي عصايه المقشه راح خبطها. هي مش عايزه تخبطها، هو عايز يقول لها سيب الباب. ولو خبطها ولو عايز يموتها، ما هي داخله تموت، ما هي داخله تموت اخوه، انت بتبرري ايه؟ لا هو اللي مش هو اللي انا شايفه ان ابني ما عملش حاجه حرام ولا غلط. بيدافع، قلت لهم بيدافع عن الراجل اللي داخل. ومين اللي بيقول لك؟ مين اللي ليه عين يجي يقول لك؟ هم اللي تعبني وقرفني، هم مفيش غيرهم. انا لو اخواتها انا ما حدش كنتش هسيبهم في الدنيا، والله ما كنت هسيبهم. وخدت 15 سنه. خدت 15 سنه. ابني بقى جاي يزورني. ورحتي المحكمه وقالوا لك هنوديكي للشيخ اللي في البلد يقول لك ايه؟ بيقول هي مريضه نفسيا وبتتعالج. انا اصلا يعني برضو عشان الامانه بتاع ربنا انا عارفه ان هي كانت برضو بتتعالج، وهو كان تعبها، كان قريفها في عيشتها، مشككها في روحها وفي الدنيا كلها، وهو برضو سبب في كده. بيقول لابوه راقبها لي وشوفها لي بتروح فين وبتيجي منين. فهم عايزينك تروحي قدام القاضي تقولي انها مريضه. ما انا قلت، بس انا قلت ان هي مريضه، انا حلفت على اللي انا عارفاه، ما رضيتش اكذب. فطبعا جابوا لها برضو اللجنه الثلاثيه بتاع اللي هي الاطباء. والاطباء قالوا ان هي برضو الحاله اللي هي فيها ما تخليهاش تعمل كده. ايوه. خدت 15 سنه. هو كان مفكر مش هتاخد حاجه خالص. هو كان مفكر ان هي لما انا اروح واقول خلاص هي كده هي هتطلع براء. هي تطلع. ايوه. يا حبيبي يا ابني يا حبيبي. طب قولي لي بقى، الطفل اللي معاكي ده حالته ايه؟ واصل لايه ومحتاج ايه؟ الحمد لله هو دلوقتي الحمد لله كويس، بس هو كان رجليه وايديه والحمد لله وراسه الحمد لله، نحمد الله الحمد لله. دلوقتي هو كويس، بس هو عايز عمليات بقى في راسه. عمليات ايه؟ قولي لي محتاج ايه بالظبط؟ مش عارفه. هو الدكتور كان بيقول لي تمدد انسجه، باين كده حاجه زي كده. تمدد انسجه. هياخدوا له من راسه اللي هي الحته السليمه، النص السليم للنص التاني كده. وهو بقى يعني انا مشكلتي برضو ان ابني جاي يشوفني في العيد وداخل على اخواته الصغيرين وجايب لهم حاجات معاه، وهم بيفرحوا بيه وبيحبوه. كل شويه يقولوا لي عايزين نشوفه مش بيقولوا لي العيال بقى، يقولوا لي يا ماما تكلمينا اخونا يجي، انا بحبه. وهم بقى مانعين ابنك الكبير يخش عندك؟ منعوا، قال له ان جيت هنا تاني هجيب لك الحكومه. ازاي؟ قلت للشيخ اللي هو كان ساعه الواقعه دي، وقال لي روحي وقولي ما فيش حاجه، ده انت بتعفى عنها، ده انت بتعمل حاجه لله. رحت وقلت له، قال لي اصل البيت فيه بنات وهو معاه 3 بنات وخايف عليهم، ومرات اخوه في البيت وما ينفعش ابنك يجي، هو خايف على بناته. قلت لهم والله ابني بيجي يعني العيد الصغير يجي مره يقعد 3 ايام، ومن حقه انه يجي يزورك، ما يجيب له الحكومه. من حقه ان الولد يجي يشوف امه واخواته. قلت للشيخ انا ما كلمتوش عشان هو كان معايا، عامل معايا برضو يعني متصلبط عليا. كانوا جايبين لي اول ما الراجل مات اخوه اللي هو الصغير ابن جوزي، قال لي ايه هجيب لك حاجات تبيعيها.
في في الشقة، يعني منظفات وحاجات تقعد تبيعيها. أنا عمري ما وقعت يعني الحمد لله عمري ما بعت ولا أعرف البيع ولا أعرف الشراء، بس قال لي هجيب لك حاجات وتبيعيها. قلت ماشي، جبت الحاجات وببيعها. ورحت بطبيعة الشقة دي هو كان قاعد فيها أصلا قبلي، كان قاعد، هم اللي كانوا قاعدين فيها، فالمفتاح معاهم منهم العيال ولادي. رحت بطبيعة وجيت لقيت الحاجات مسروقة. أنا برضو دول عصابة، يعني انت عايشة في وسط عصابة. طبعا ما فكرتيش تسيبي الشقة دي وتمشي؟ ما فكرتيش تبعدي؟ ما عنديش مكان ومعيش فلوس أجر، معيش والله ما معايا حاجة الحمد لله. والراجل أصلا أرزقي وكان نجار مسلح ومات، ما كانش مش سايب حاجة. انت دلوقتي معاكي ايه بقى؟ العيلين الصغيرين؟ أيوة، وجوز بناتك اللي هم ما اتجوزوش لسه؟ لا لسه والله. طب انت ما تحبيش نصور معاكي والناس تساعدك ونحل كل مشاكلك ونعالج الولد ما تحبيش ان احنا نجيلك ونصور معاكي وتحكي لنا القصة ونصور الولد ونحل كل المشاكل؟ ده هو ممكن يطلع يقتلني والله. ليش يعني يموتني؟ مش هيسيبني، ده هو ساعات بقول لحضرتك ساعة ما جيت كده وجيت لقيت الشقة في حاجات العيال خدوا منها. طب انت عندك استعداد نوفر لك مكان بعيد عنهم وتمشي؟ يا ريت يا ريت، بس انا ابني دلوقتي يعني ابني اللي هو قبل الواد الصغير ده دلوقتي مقدمه له في المعهد الديني والمدارس هتفتح. وقريب من البيت. اي مكان. لو في البلد نفسها عادي، بس امشي من البيت ده. عشان ابني انا ما بشوف، انا طالع من عين ابني ده، طالع من عيني، لان انا ابوه ما يعرفش عنه حاجه خالص والله. ده اللي هو الكبير بتاعك؟ الكبير. وابوه والله ما بيشوفه ولا بيسال فيه خالص. وابو البنتين التوأم برضو ما لهمش دعوه؟ ما لهمش دعوه، ومات لسه مات شهر 6 اللي فات ده. يعني انت اللي بتربيهم كلهم دلوقتي يعتبر يتامى؟ بيروح ويجي علي. ايوه الحمد لله. طيب بقى وليت طب قولي لي سؤالك ايه، او انت ايه اللي انت عايزاه بالظبط؟ انا مش عايزه اقعد في البيت ده، مش عايزه، بس بجد حيله. انا عايزه يعني لو يدوني حق وحق اولادي وامشي. وهم طبعا حلمهم ان انت تمشي. طب اعمل ايه؟ انا مش راضيني، خلوني اشوفك بيقولوا لي لا ما يجيش هنا تاني. دول عصابة.